زردة زردة بالكسكوس واللحمة لحمة مركوز. زردة زردة بالكسكوس واللحمة لحمة مركوز. أيوة هي قصعة فخار منها طالع البخار. عسلامة، مرحبا بكم في لمسات ضحضوحة. اليوم باش نحضروا مع بعضنا كما قاعدين نشوفوا الكسكسي التونسي على أصوله. باش ناخذوا كما قاعدين تشوفوا المقفول متاعنا، حطيت فيه شوية زيت سخن. الزيت باش نقلي فيه قرينات الفلفل. علاش نقلي الفلفل في نفس الزيت؟ على خاطر يسيب نكهة ياسر بنينة. بطبيعة شقيت وقرن الفلفل وحطيت فيه شوية ملح وشوية تابل. خليو القرون الفلفل يتقليو على رواحهم. وهكا زيدا حطيت الحمص يتصمت وحده في كسرونة فيها شوية ملح وشوية كركم. وصفة الكسكسي في تونس، الشعب التونسي كله يحب الكسكسي، والأكلة الرئيسية في بلادنا هي الكسكسي من أبن وأروع ما تاكل. لأن الفلفل متاعنا تقلي سيبون نخرجوه. ومعروفين في تونس ليلة النص وليلة 27 يعملوا كسكسي بالعلوش. نفس الزيت اللي قلينا فيه البصل نهديوه في النار شوية ونقليو فيه البصل. انا البصل عندي تريفات مقصوصين كيكه، وعندي روز خليتهم كاملين كيما هما باش نزين بيهم من بعد. الطماطم حسب الكميه اللي باش تحطها. انا باش نحط رطل كسكسي نستعمل مغرفتين طماطم بالمغرفه الماكله. خليهم يتقليو مع بعضهم شويه. لهنا نحط التريفات اللحم اللي عنا. انا عندي لحمه مسلان، نحطوا قد معناه الكونتيتي اللي حاجتكم بها، ونخليهم يتقليو بطرف. وبيان سور نحطوا الفحات متاعنا. باش نحط مغرفتين فلفل مرحي مش حار راهو على فكرة، شوية كركم، مغرفة تابل، شوية هروس. ونقلبوا اللفاحات متاعنا خليهم يتقليو شوية ونمرقوا. بالنسبة للماء يا جماعة راهو ما نحطش انا كمية ماء كبيرة من الاول، راهو خاطر باش تحط كمية ماء كبيرة راهو ماهوش باش تظهر لك نكهة لفاحات يجيك ماصط يعني. ولا من تزيد الماء بشوي بشوي، ديما حط بحذاك ماء سخون وامرق بالطرف بالطرف. وقت اللي تحس الماء نقص واللحم مازال ما طابش زيد. هنا زاد حطيت رشة قرفة. ديما وقت اللي نبدا نطيب بالحم العلوش نعمل رشة قرفة مرحية تزيد البنة على بنة، وراهي وتظهر لك نكهة العلوش بالقدا بالقدا. حطيت زيادة مغرفتين زيت زيتونة. الزيت زيتونة ما يتقليش، راهو اذا كان تقليه تحرق ويولي مضر ما عادش نافع. الريحة طالعة تهبل 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 ما نحكي لكمش. هاكا نخليهم هكاكا ساعة ساعة نعملوا تحريكة. وكما قلنا نزيدوا الماء بشوية بشوية، عينا ميزاننا مش يجي اللحم طايب في حقه وشارب فحاته مليح. عندكم روس البصل نحبهم يقعدوا كيما هما هاكا هبطهم، واول ما يطيبوا ديريكت نخرجهم باش يقعدوا هكاكا يعني شادين رواحهم ومزيانين. من بعد نزينوا بهم في التقديم. لهنا باش نفوروا الكسكسي خديت رطل الكسكسي شويه كركم رشه ملح. هذا كسكسي من العطار مش كسكسي العوله يعني. وشويه زيت زيتونه ورشه ماء. وعينك ميزانك من بعد انتي والماء تزيد ما تزيدش نورمالمون هكا سافا ما نعرفش. هاكا نخلطوا وعيننا ميزان.
ما نخليوش يتكعبر، نحلو بيدينا الكعابر اللي فيه، نبسوه بالكدا بالكدا. هكاكا بالنسبه لي انا صافا. نزيدو رشه ماء ونحطوه في الكسكاس نتاعنا. الكسكسي اللي نستعملوه احنا في دارنا ديما نستعملو الكسكسي جويد بالكل. نحطو الكسكاس فوق المقفول ونخليوه يفور في عقله حكاية 20 دقيقة ويكون الكسكسي طاب. نغطيوه ساعة نعملو هكا تقليبة باش يطيب الكل. لهنا الكسكسي نتاعنا يا جماعة احضر باش نسقيوه كيما قاعدين نشوفوا. ياخو بالضبط ساعتين وقت باش يطيب لك اللحم بالكدا ويجيك بنين، ما يجيكش اللحم ناقص تيب ولا. ونعملوه بلاش خضره كي يبدا هكا مثلا في مناسبه ليله نص ليله 27 نعملوه كيما تاع العراس جوست بالزبيب والحمص واللحم. هذه كانت طريقة الكسكسي التونسي على أصوله. إن شاء الله تجربوها، إن شاء الله تعجبكم، ونتقابلوا بقدرة ربي في فيديوهات أخرى. ما تنسوش تعملوا بارتاج وتحطوا تعليقاتكم المزيانة، واللي تجرب حاجة تخلي لي رايها. ولد رمضان بالصبر والخير يا مبدل الأغصان بالنور